بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا الكره التانية. النهارده هنتكلم عن اولى اللقاءات هنتكلم عنها في الدوري المصري، مباراه الاهلي وفاركو اللي انتهت منذ لحظات بفوز النادي الاهلي 4-1. هنتكلم عن كل خطوات اللقاء من الشوط الاول واللي حصل فيه والشوط الثاني وايه اللي تم فيه. فيلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه الشوط الاولاني الاهلي بدا بتشكيل مكون من مصطفى شوبير لحراسه المرمى، قدامه 4 مدافعين. من ناحيه اليمين محمد هاني، اشرف داري وياسين مرعي، والباك الشمال كريم فؤاد. في نص الملعب كان الاهلي بيلعب بطريقه 4-1 اقرب ل 4-1 برباعي دفاعي، وامامه اليو ديانج، وامامه رباعي بتاع نص الملعب محمد علي بن رمضان وزيزو، وناحيه اليمين تريزيجيه، وناحيه الشمال اشرف بن شرقي، والمهاجم الوحيد كان محمد شريف. الاهلي بدا بطريقه هجوميه وبان فعلا الضغط. وكده كده الاهلي في اي مباراه مع اي فريق في الدوري المصري ما عدا المباريات الكبيره اذا كان الزمالك او بيراميدز، هيبقى دايما هو اللي معاه الكوره، ودايما الفريق الثاني هيبقى يلعب بطريقه دفاعيه. فالاهلي استغل ان هو ابتدى يلعب بطريقه ان اللعيبه كلهم يبقى عندهم تحرك. الشوط الاولاني اداء النادي الاهلي في اول تلت ساعه من اللقاء كان اداء متميز، وكان دايما فيه هجمات. الاهلي بقى بيلعب بطريقه معينه كده. ميسيو ريبيرو مدرب الاهلي بقى بيخلي الجناحين اذا كان تريزيجيه او بن شرقي فاتحين الملعب على الاطراف خالص، والاثنين الباكات بيقربوا لنص الملعب شويه، على اساس ان هم يستقبلوا الكوره من جوه الملعب شويه، والجناحات هم اللي فاتحين الملعب على الاخر. في الجون الاولاني بتاع محمد شريف كان تريزيجيه فاتح الملعب، خد الكوره محمد هاني مررها لتريزيجيه 1 2 وراح وعمل عرضيه على القريبه اللي قابلها بدماغه محمد شريف واحرز منها الهدف. زيزو اكتر لعيب متحرر في النادي الاهلي مع وجود ريبيرو من ساعه ما لعب مع ريبيرو من كاس العالم والماتشات اللي فاتت كلها. هو لعيب متحرر، هو سايبه يلعب في اي جزء يقدر يتحرك فيه، اذا كان الشمال او اليمين او في نص الملعب. فزيزو مع المدرب الجديد متحرر جدا، بيقدر يتحرك بدون اي واجبات. الجون الثاني لعب كوره 1 2 او لعب الكوره الاماميه لمحمد علي بن رمضان اللي لف ولعب عرضيه على دماغ زيزو واحرز منها الهدف. الكوره دي نسخه كوبي بيست من الكوره في ماتش مودرن اللي فات، نفس الكوره بس كان تبادل الادوار. كان ساعتها ان زيزو هو اللي راح ولعبها بشماله، واللي لعبها بدماغه محمد علي بن رمضان اللي جت في الايه او في العارضه وخرجت ما دخلتش جول. لكن المره دي العرضيه زيزو حطها في المرمى و2-0. الشوط الثاني بعد 2-0 بعد ال 20 دقيقه الاولانيين بقى ماتش سهل، اللعيبه بتلعب بسهوله. بس الشوط اثبت ان وجود لاعب زي ديانج في طريقه لعب هتلعبها 4-1 تمام، لازم أن يكون معاك واحد زي ديانج او مروان عطيه ان شاء الله ربنا يشفيه ويكون مشارك مع الفريق في الفتره اللي جايه. بس الطريقه بتاعه 4-1 هي الانسب للنجوم والاجنحه اللي موجوده مع النادي الاهلي، ويخلص الشوط الاولاني بنتيجه 2-0. في الشوط الثاني بدا النادي الاهلي بنفس التشكيل بنفس الاداء. الاجنحه فاتحه الملعب، والباكات هم بيضموا شويه لنص الملعب، ياخدوا الكره من نص الملعب من جوه الملعب مش من على الاطراف. واكبر دليل على كده الجون الثالث اللي جابه زيزو، الكوره من كريم فؤاد ضامم لجوه الملعب ولعبها لبره لبن شرقي. البن شرقي اللعيب الحريف. بن شرقي مشكلته مع النادي الاهلي ان هو لعيب حريف، ما عندوش الجري كتير، ما عندوش دريبلينج بالكره كتير، لا هو لعيب بيلعب بمخه، بيلعب حرفنه، يقدر يمرر، يقدر يعدي من 1 على 1. عدى من 1 على 1 ولعب عرضيه على الارض لزيزو اللي مكمل في المكان اللي موجود فيه في الكوره، في مكان فاضي مكمل صح، وحط بجنب رجله الكوره في المرمى عشان تبقى النتيجه 3-0 للنادي الاهلي. وتيجي بقى المشكله الكبيره في خطه المدرب النادي الاهلي، حته اصراره على ان اللعيبه تطلع بالكوره على الارض من المدافعين حتى في حاله الضغط. المباراه اللي فاتت مع مودرن كان الهدف اللي جابوه المودرن عن طريق الكوره اللي لعبها مصطفى شوبير على الارض لكريم فؤاد واتضغط عليه واحرزوا منها الهدف. المره دي نفس النظام، ياسين مرعي بدل ما يحاول ان هو يلعبها اماميه لكن اختار ان هو يلعبها على الارض لمحمد بن رمضان اللي اتقطعت واتضغط عليه واتقطعت منه وكملت لهدف. هدف يسأل عنه بنسبه كبيره قوي مصطفى شوبير، لان الكوره كانت طالعه بره، كانت طالعه حتى لو طلع ركنيه مفيش مشكله، لكن شوبير حاول ان هو يرجعها الملعب، ما قدرش ان الكوره ما هترجع ضغط لعيب او ما شافش لعيب فاركو واحرز منها الهدف، بقت النتيجه 3-1.
ابتدى بعد كده الاهلي يغير تغييراته، وهو حتى قبل الجون ده كان طلع ديانج وطلع محمد شريف ونزل كوكا ونزل جراديشار. الجون الرابع تحرك ممتاز من جراديشار، واقف صح وحاول يدي مساحه لنفسه. محمد هاني حط له بينيه ممتازه ومفيش اوفسايد، قدر يعدي من حارس المرمى ويحرز الهدف الرابع، وبقت النتيجه 4-1. الاهلي انهى اللقاء باداء كويس. كان بس في كام نقطه كده محتاج ان احنا نتكلم عنهم. الحكم اللقاء كابتن محمد معروف، انا حاسس ان هو نسخه جديده من الكابتن ابراهيم نور الدين، في محاوله سيطره على الملعب بطريقه عصبيه شويه، بيحاول يفرض سيطرته بخناق، بزعيق، بانذارات. طرد محمد هاني، وان كان يعني هو عنده حق في الانذار، بس كان ممكن ان هو الموضوع يعدي بهدوء، لكن هو كان بعصبيه كتير. حتى في الجون بتاع فاركو لما كان الفار بيراجعه، محمد شيكا الحارس المرمى لما راح له كان بيتكلم معاه بخناق ند بند، مع ان المفروض الحكم ما يتكلمش عن اللعيب كده، يكون اعلى من كده ويكون اهدى من كده. اتكلم معاه ند بند، هديك طرد هديك انذار، وفعلا راح مديله انذار، ولو كان كلمتين كمان كان هيديله طرد. كان الحكم متعصب قوي. محمد هاني قدم مباراه كويسه جدا رغم الخطا بتاع، وان كان مش خطا الجون اللي جابه فريق فاركو، ورغم الطرد محمد هاني قدم مباراه كويسه. ديانج اثبت ان وجود ديانج في وجود الاجنحه الكتير للنادي الاهلي اللي بتهاجم وارتدادهم الدفاعي اقل، اذا كان تريزيجيه او بن شرقي، لازم يكون موجود في الملعب، ما ينفعش ما يكونش في الملعب. الاهلي قدم مباراه كويسه، لسه في اخطاء دفاعيه، لسه الاهلي لسه المدرب محتاج يظبط الجزء الدفاعي ده، محتاج اللعيبه حتى وان كانت في تعليمات مع المدرب ان لا نبدا الهجمه من تحت، نقدر نقدر يبقى في سنس النواه، يعني اقدر اقدر الكوره ينفع ان انا اشتتها او العبها طوليه، ولا ينفع ان انا ابدا منها من تحت. فنتمنى يكون في تعديلات لبعض الاخطاء ديت، والفوز ورا الفوز هيخلي التعديلات تبقى موجوده، والتعديلات هتبقى اسرع وفي هدوء. ان كان النادي الاهلي محتاج الهدوء ده، محتاج الفوز في مباراه واثنين وثلاثه عشان الهدوء يستقر للعيبه وللجهاز الفني في اختيار الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي 4-1 بدخول كمان الباكين جوه الملعب، هي الانسب للنادي الاهلي في الوقت الحالي. بس النادي الاهلي محتاج مهاجم، رغم ان احنا هنستمر باللعيبه اللي موجوده دي لغايه يناير، بس النادي الاهلي محتاج مهاجم بمواصفات وسام ابو علي اللي احنا تم بيعه. واحد يقدر يكون مهاجم النادي الاهلي، محمد شريف او جراديشار، هم روتيشن لعيبه للتبديل وليس لعيب اساسي. مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، ان شاء الله باذن الله هنكون معاكم باذن الله في لقاءات كتيره الفتره اللي جايه، وعاوز اسمع ارائكم وتعليقاتكم على اللقاء، وفي رايكم انسب طريقه للعب النادي الاهلي الفتره اللي جايه هي ايه، وافضل لاعب للنادي الاهلي بعد زيزو طبعا، لان زيزو اثبت ان هو اللعيب الوحيد اللي ثابت اداؤه مع النادي الاهلي الفتره الاخيره. وانتظر تعليقاتكم ان شاء الله. وده كان فيديو بتاعنا، واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.